أهلا أهلا، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كيفكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. عاملين ايه في السنة دي الجديدة؟ ان شاء الله تدخل عليكم يعني اللي تتمنوه ان شاء الله. انا عارفة كنت تقولوا لي وينك يا سارة، فينك ما بتدخلش؟ والله عندي شغل كتير، عشان كده ما بدخلش القناة، يعني كتير ما نزلتش في القناة، تقريبا 6 شهور او 7 شهور او يمكن سنة، الله اعلم، لانه ما شفتش. المهم هنزلكم قراءة، هي يعني على 2025 ان شاء الله. السنة حلوة عليكم بالصحة والسعادة، واتمنى لكم كل التوفيق. راح انزلكم هذه القراءة، راح اشرحها لكم. القراءة تغيرت، تعمل قراءة تانية وكروت تانية، المهم هشرح لكم في الكروت وانتوا اكيد هتعرفوها. القراءة شوفوا، هنختار مثلا انت مولودة مثلا كم، مش كم سنة يعني. اشرح لك ازاي. مثلا انت مولودة رقم الاول او الثاني او الثالث، مثلا اولى والثانية، مثلا كنتي الاولى بتاع امك او الثانية بتاع امك، تختاري قراءة هشرحها لك هي ايه. ولقيت الثالثة ورابعة وخامسة يعني وستة، يعني هتختار قراءة، انا راح اشرحها لكم. المهم اعمل كده اوكي القراءة، وراح اشرح لكم ان شاء الله. راح نشرح، هنختار اولى والثانية اوكي. دي الاولى والثانية اوكي. اللي تولدت الاولى امها تختار القراءة، تولدت البنت الثانية تكون الثانية مولودة تكون هذه القراءة اوكي. انا شرحت. والثالثة ورابعة بعدين نشوفوا لهم القراءة، الثالثة ورابعة وخامسة يعني هنشوفوا لهم القراءة، هنشوفوا لك سنة عندك ايه في السنة دي، حسب ايه راح يجي لك ايه، هل في امان، هل في، احنا نطلع لك كله وان شاء الله خير. اللي حابب معايا قراءة خاصة يتواصل معايا، بعدين راح اعطيكم رقم الجديد عشان تدخلوا فيه تتواصلوا معايا اوكي. هكتبه في اسفل الفيديو. يلا نبتدي. الطاقة، خذوا الطاقة عشان تقدروا تاخدوا هذه الطاقة. يمكن تزبط معاكم ممكن لا، لكن كل الناس بتزبط معاهم. انا قراءتي زمان كل الناس كانت ما شاء الله بتزبط معاهم. راح نشوف شو عندك الاول. اول كارت، انت تفكري تغيري اللوك في 2025 او هتغيري الحال للحال؟ لو انت تفكري تغيري اللوك يبقى انت هو ده. لو انت ما بتفكريش في ده، يعني شعرك عاجبك، اللون عاجبك، كل حاجة عاجباكي، يبقى انت راح تغير لك الحياة للأحسن من أحسن. ده الكارت الأول اوكي. الكارت الثاني طلع لك ان شاء الله راح تتخطبي، او هيكون زواج يعني، او راح يكون شخص راجع ليكي، يعني حتى انت شايفة لو انت تشوفي خاتم في ايديكي اوكي، خاتم وايد يعني الحبيب، وشخصية حلوة يعني. من لبسه باين يعني لبسه شخصية غنية. يعني يا اما بيشتغل كويس بيدفعوا له كويس، يا اما هو من عيلة غنية اوكي. نشوف كارت الثالث هيطلع لك ايه. شوفي، هي في امرأة وراكي بتلبس يعني بنفسجي ازرق اخضر يعني، او عاملة حجاب. هي دي وراك، هي اللي بتوقف لك، هي راح تسمع خبر. اللي انا شايفاه يعني، انا بشوف لك 2025 راح تسمع هذا خبر. شفتي حتى لو اكتشفتي، شوفي الصورة، هي بتصنت وحاطة ايدها يعني احد بيجيب لها خبر او مستنية خبر اوكي. خلي بالك. نشوف كارت رابع ان شاء الله خيرا. يا رب تعجبكم القراءة. راح يوصل خبر، لكن عادي. في ناس راح تفرح لك على فكرة، راح يوصل خبر. يبقى دو، انا عرفت، راح تسمع خطوبة او كده. راح تسمع الناس بتتكلم وراح تستغرب هي اوكي. انتي وراكي امرأة اوكي.
ترى باينة في القراءة، طلعت لك باينة في القراءة. شوفي خلي بالك السنة عندك مرض، خلي بالك. هو العين اللي هتشدها هنا يعني يعني راح تقبطيها. احنا بنقول بالمغربي يعني هتقبط، هتشد هاد المرض هذا. خلي بالك يعني من المرض. لو جاك مرض يبقى انت مش مريضة اكدتي تسمم او شيء. كتري في القرآن، كتري في الوصفات الفك، كتري رقية بتاع العين وكده. حاولي تنامي على رقية لما يجيك عريس وكده، نامي كل يوم على رقية شرعية. اوكي اهو. وقولي كورد ده يبقى ده دي قراءة حلوة يعني. تكون كده هم عايزين يعني عايزينك تشوفي الحاجة دي. في شيخ راح يكتب لك، يعني راح تكتبي عقد او هتتجوزي بالفتحة الاول، يعني عقد هتكتبي ان شاء الله. في فرحة، شموع وكده بتعني فرحة. في كتاب زي ما قلت لك، في زواج. اللي اختار هذه القراءة اللي اتولد يعني اولى بتاع امه اولى او ثانية عندها زواج. في زواج ان شاء الله. الشخص هو ده راكب واصل يا إما في الخارج، في أوروبا، في الخليج، يعني بعيد عنك هذا الشخص. شوفي أي مخبية عاملة نفسها حمارة وطيبة، اللي وراكي عاملة نفسها حمارة وطيبة وغلبانة. شوفي هي القراءة راحت كده، هي تفرقت لوحدها. شوفي كيف هيتخضوا، هتبكي. هي يمكن تكون مرأة يمكن رجل، راح تبكي. كارت مقلوب، لكن معاك الملائكة واقفة قدامك إن شاء الله. طب نشوف حياتك تانية جاية ايه ب25. خلينا من الجواز وكده، تشوفوا العمل والشغل. اطلب من ربنا، اطلب عندك أمنية راح تتحقق، عمل شيء راح تتحقق إن شاء الله. شوفي يا سبحان الله، 1 2، يا إما مولودة أولى يا إما الثانية. القراءة دي عليكم. عندك شغل، عندك في أشخاص هتقابلهم حياتك طيبين. وإن شاء الله. شوفي لسه وراكي، هي وراكي واحدة مش 2، واحدة طلعت في رقم 1. نشوف بين كارت وكارت. شوفي لو انت ما تشتغليش راح تشتغلي، راح تكسبي فلوس، راح يجيك خير. لازم تستحمي. لو عندك طاقة سلبية وكده لازم بعدين انزلكم وصفة بتاع الطاقة السلبية عشان تعملوها في القناة. تنزل ورود، تحتاج كتير ورود وكده، يعني اشياء يعني بعدين اشرحها لكم عشان تغسلي. في فلوس راح تاخدي فلوس، وعندك سفر. انت يا اما توصلك باسبور شيء، اقامة شيء. ترى حتوصلوا تكوني حلوة ملكة، تلبسي الثلج زي المغربي وكده، يعني الفرح وكده. كل واحد على حسب بلده بيلبس ايه. طب نشوف. يعني ما شاء الله قراءة حلوة، سنة حلوة عليكي. في خبر لو عملتي خير راح توصلك في شهر السادس. كله هيفرح لك، دي أهلك، الفرحة بتاع الأهل. أبوك راح ينام وهيرتاح. هي دي يعني إن شاء الله خير. سنة حلوة. انت بكيتي كتير السنة اللي فاتت 2024، بكيتي كتير جدا يعني. كانت طاقتك رهيبة يعني. على طول بتبكي، حتى شوفي دموع في عيونك، بكيتي. كتير اشياء حصل لك. عندك سفر، لو عايزين سفر تهاجروا او كده عندكم سفر. ترى عندكم سفر وفرحة، وشخص هو سبب شخص انتوا هتسافروا. وان شاء الله سنة حلوة عليكم. لسه ما خلصناش، هنجيب كروت ثانية نشوف لك. انه هي قراءة عامة وطويلة شوية. راح نشوف لك عندك ايه في السنة. الحسد، في شخص اشتاق لك، عايز يسمع صوتك وافتقدك في حياته. اوكي، في شخص من الماضي راح يشتاق لك. هذا الشخص فرحة، وعلامة الفرح عندك، هتفرحي. سنة حلوة صراحة.
كارت. في فلوس قليلة عندك حاليا او ما عندكيش، هي فلوس قليلة جدا لكنها حتدخل لك فلوس. برج الاسد، الشخص هذا برج الاسد هو عنده شوية زعل منك، يمكن انت زعلانة لكن بيفكر في الزواج فيكي. هي علاقة، شوفي الكارت انا اشرح لك، علاقة كان فيها شك، يمكن تفاقتوا كان علاقة فيها شك. عشان كده الماضي ده اقول لك ماضي، الماضي مبقاش يهمك خالص، ويمكن كان فيها شك وبيقول انت خنتي شيء كده، بشك فيكي كان هذا الشخص. يمكن كنت بتعرفي شخص او في شخص هتتعرفي عليه الملعونة دي اللي طلعت لنا بكورة، راح تشككوا فيك يعني وكده، او كان عايز يعمل لك هذا الشخص امتحان. دي بتعني كتير اشياء. عندك ثور او ترابي، ثور هو برج ترابي وبرج مائي كمان وراكي، يعني يمكن يكون او شخص هذا. لحظة نشوف، لا ان شاء الله خيرة، السنة حلوة، السنة حلوة ما شاء الله، يعني السنة جميلة جدا يعني. ان شاء الله كل سنة وانتم طيبين. اتمنى لكم هذه القراءة تكون عجباكم. انا شرحت يعني المولودة الاولى او الثانية تنفع هذه القراءة، اما القراءة الثانية دلوقتي هنعملها. شكرا لكم اللي تابعونا، نشوف قراءة ثانية ان شاء الله. عندكم ايه جاي لكم ايه؟ هل سنة فيها فرح، فيها حزن، فيها ايه؟ ان شاء الله خيرا. نعمل كده ونعمل كده، خليها كلها. نطلع اول كارت. انت في شخص بيدعي معاكي، يا اما ابوك يا اما او جدك او احد بيدعي معاكي، يعني كتير بيدعي معاك، شخص بيدعي معاكي على طول. يمكن ابوك عايز، ابوك او احد من اهلك عايز يفرح فيك. في شخص بيفكر فيكي في الاوقات وبيتكلم شخص عليكي. دي 2025 يعني اللي جاي لك، احنا بنشوف. وفي شخص بيبكي عليكي، نادم عليكي. انت يا اما كانت عندك علاقة وشخص بعد في 2025 هيحين لك. اوكي، لكن انت بتطلبي من ربنا راح تستجيب لك امنية، عندك امنية راح تتحقق. ان شاء الله، ما قلت لك في امنية راح تتحقق ان شاء الله. خلي بالك من الاكل، ايس كريم، اكل. لو انت بتاكلي اكل الشاي خلي بالك المكان اللي بتاكلي فيه، بيعملوا لك الصح 2025. تعبوا يعملوا لك صح صور ويعني بيفكروا في السنة 2025 يعملوا لك صح تاع الاكل. خلي بالك، يا اما بتاكل بربوش يا اما حاجه تاكلها يعني برا. احنا بناكل يعني حلزون في المغرب، بناكل برا، بناكل يعني ايس كريم، شيء انت بتاكليه برا. خلي بالك المحل اللي بتروح له برا، غيري محلات يعني اللي بتاكلي فيها، مش كل يوم تاكل في مكان يعرفوك انت بتاكلي فيه. خلي بالك. عندك شموع يعني مشعولة، يعني عالمك كويس، يعني سنة حلوة عليكي. في شخص راح يتحاسب، اللي عمل لك كده حياتك راح يتحاسب، يا اما عنده محكمة، عنده سجن، دخل سجن، شيء كده راح يحكموا عليه. شوفي انت عندك شخص قريب بتحبيه، في شخص لسه ما بتعرفيهوش او لسه ما بيعرفكش، عيونه مغمضة وكلهم عيون عليك. عندك 1 2 3 4، لكن انت بتحبي هذا، راح يقرب هذا الشخص.
هذا الشخص راح يقرب على فكرة، راح يقرب لك، راح يجي هذا الشخص. انت غلبانة هنا، يعني غلبانة قوي، او بتأمن نفسك هذه الايام انت غلبانة، او في هذه السنة فكرتي تقول تأمن نفسك غلبانة وكده عشان توصل لما تقولي شيء مثلا سرك ومثل حمار حاشاك يعني، يعني تعمل نفسك انت مش فاهمة حاجة شيء كده. دي انت على فكرة انت السنة حلوة عليكي، بالذهب هتدخل، يعني دي بتعني كتير حاجة، فرحة والسعادة والزواج بتعني كده، يعني العقد يعني عرفتي، بيعني لك كتير اشياء، السنة حلوة ان شاء الله. طب خلص قوك لانه دي ما حبتش تطلع. شخص راح يتقدم لك، هو ده الشخص اللي راح يجيب لك قلادة. شوفي في كات كان تحت ما شفتوش. اه شوفي دي انتي صح، وفي واحدة بتعندك في كل شيء في المراية، يعني بتشوف نفسها، بتقلدك في اللبس، بتقلدك في أشياء. بتقول لها أنا كده، بتقولك أنا حتى أنا عندي اتصل بيا فلان، أنا بحث اتصل بيا يعني. لو بتقول لها فلان عينك عليه بتقولك ده مش كويس. على فكرة بيتبعني، يعني بيتابعني أنا. دي بترى منك، وبتشوف في المراية وبتشوف وشك في صورك وتشوف في المراية، يا إما بتتابعك في سناب انستغرام سناب شات تيك توك شيء كده. أوكي بتتابعك تنزلي صورة في واتساب شيء كده. أوكي في شخص عايز يتقدم لك، هو ده عندك شخص جديد في غير متعرفي راح يتقدم لك السنة 2025 إن شاء الله. مبروك. يكاد طلع مقلوب، يعني الأعداء هيتقلب عليهم، هاي الماضي دي بتتابعك وبتعمل لك أشياء راح تسمع عليها خبر تاع مستشفى أو ابنها أو شيء. أوكي راح تبكي، راح تبكي لما تسمع عندك خطوبة وكده، حتى شوف. أوكي نقول غيار، انت زعلانة قوي أو أحد زعلان عليكي، لكن عندك انتصار إن شاء الله، وقت انتصار السنة 25 عندك انتصار يا رب يعني. وعندك عمل جديد او في فلوس راح تدخل لك، او ابوك هيقبض ورث، او امك او احد في العيلة، او اخوك ما عندوش اقامة في اوروبا راح يعمل اقامة شيء، او احد هيعود بلده. تعني كتير حاجات، الناس بتشكر فيك، الناس بتشكر فيك جدا، يعني حتى هيسأل عنك هذا الشخص وخطبك، الناس بتشكر فيك يعني الجيران وكده. طب عندك ايه كمان السنة الجديدة هنا؟ ده انا طولت في الفيديو في القراءة. تقدر تكون امك، لكن شوف كارت اللي جاي عشان اعرف هي مين. دي اهلك على فكرة، امك طلعت، امك واهلك او خالتك او عمتك. في ايه؟ في واحدة من العيلة أه حابة تسمع اخبارك، لكن امك مالها. اه امك راح تفرح، انت عندك زفاف راح توصلي، راح تركبي وتاخدي شخص يا إما بخارج البلاد يا إما في البلاد، وعنده واسطة، عنده نقود، عنده راتب كويس شيء كده، عشان كده أهلي كلهم آه، وراح تفضل حكايتك انت او تكوني نايمة قبل النوم تحكي حكايتك، او تخيلي اللي جايلك، اللي جايلك احسن، وبتخيلي هنكون وكده، يمكن ان شاء الله راح توصلي اللي انت عايزاه. ورود وكده ولابسه وردي يعني عروسه، راح توصلي اللي انت عايزاه ان شاء الله، راح توصلي. سنه حلوه عليك على فكره، انت مولود الثالثه الرابعه الخامسه السادسه حتى السابعه حتى 10 يعني. يعني مش الاولين التانيين، يعني انت في اخواتك رقم 3 او 4 او 5 راح تكون حياتك حلوه السنه. عندكم سفر، عندك سفر كمان، عندك تغيير، يا إما تغيري لوك يا إما تغيري الحياة. راح تغير حياتك. لو قلتلك راح تسافري، راح تسافري، شوفي إن شاء الله
عندك طريق السفر، لو انت بتفكري تهاجري او تغيري البلاد وكده عندك السفر راح تفوتي ان شاء الله. شوفي في شخص هتقابله برا لو سافرتي، يعني القراءة دي ممكن تنطبق عليك يمكن لا، لكن قراءة عامة تزبط يعني. خدي طاقة وبس. تشوفي في شخص او شخص بيركب حصان، ده ابوكي، راح تسافري وابوكي راح ينام مطمن خلاص راح يرتاح. او الشخص اللي هتقابليه هو ده، كان مخبي هنا هو ده. الشخص ده راح تقابليه. الشخص هو طويل مقصير، شاب حلو، وعنده مثل حراس، مثل ناس بتحميه اهو. اي انتي وهيكون عندك ان شاء الله راح تتجوزي وتحملي، هتكون عندك بنت، يعني دي المعنى. راح تاخدي هذا الشخص وراح تحملي، راح تكون عندك. او اللي مش حامل ولسه ما اتجوزتش تقدر تنطبق كمان عليكي. لو انت مع هذا الشخص وجوزتيه بصعوبة وهذه نفس الحياة اللي بقولك عليها، راح تحملي، راح توصلي اللي انت عايزاه. عدوك راح يموت. شوفي معاك ربنا، الله اكبر، كتري منا، الله اكبر. اهو الشخص اللي قلت لك عليه، اهي انت راح تفرحي، راح يدق بابك هذا الشخص، راح تتخطبي اهي. او مطلقة عندك رجوع شيء كده يعني، راح توصلي عدوك لانه هيموت، راح تغسلي يعني ذنوب وبتأني كده. الشخص هذا يعني ده زواج، يعني الانسان اللي بيغسل وينظف يوم عرسه. راح اشوف لك كروت ثانية. لو عجبتكم هذه القراءة الكروت دي قولوا لي ايه رأيكم ان شاء الله. اللي حابب معايا قراءة خاصة كمان يتواصل معايا، هنشوف شو هيساعدك. في رجوع، عندك رجوع الكارت ده. ما يعني في رجوع أو ما في رجوع عنده غيرك، لكن لا يستطيع نسيانك. يمكن في شخص، لو انت بتفكري شخص كان شوف لك الكارت تاني شو يعني في رجوع. عندك حسد، بيحسدوك كتير. في شخص أفقد صوتك عايز يسمع صوتك. في فرح، نجيب كارت من هنا، في فرح إن شاء الله. نجيب كارت من هنا إن شاء الله. في طب عندك لوت، عندك إيه في السنة؟ انت زعلانة جدا. 2023 ما كانتش حلوة عليك، ولا 2022. 26 حتكون حلوة، من أيام مميزة. 2026 هتكون عليك أحسن من 25، لكن من أيام مميزة انت بحاجة إليها هتكوني، وتعزز العلاقة مع الحبيب وتصالح الأمور. عندك فرصة يعني هتكون عندك فرص كتيرة، ويعني هيكون سنة حلوة. اوكي 2000، لكن حتى 25 عجبتني. عندك زواج وعندك انتصار وعندك يعني كويس. شوفي كل ده عقرب مائي في شخص او برج القوس يعني، ده العدو. خلي بالك عندك عدو، عدوة او عدو من برج العذراء. عدوة، هي عدوة ان شاء الله. كويس. شكرا لكم على القراءة، شكرا اللي اهتم بالقراءة. كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكون عليكم صحة وسعادة واللي تتمنوه ان شاء الله يا رب. واتمنى لكم كل التوفيق. وانا اسفة ما بنزلش قراءات، لكن انتم عارفين ظروف الانسان وكده. انا هنزلكم هذا الفيديو، مش هقول لكم لايك واشتركوا في القناة، لا عندي عادي. ترى صار عندي عادي. اوكي بس اتمنى لكم كل التوفيق و... وحافظوا على بعض، وسنة حلوة، واعملوا حاجة كويسة.
ده اللي هوصيكم يعني إن شاء الله يا رب. وأنا بحبكم جدا على فكرة. وبعدين أنزلكم وصفة بتاع الورود راح أنزلها لكم عشان تشيلوا الطاقة السلبية. وكنت هنزلكم في حاجة، لكن حتى شوف الفيديو فيه الناس أو فيه عشان تعملوها. أوكي إن شاء الله. شكرا لكم ومع السلامة.